السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات لوليتا. واليوم إن شاء الله جبت لكم تحلية سهلة سريعة اقتصادية والبنة بزاف هايلة. وهاد التحلية توالم سهرة رمضان المبارك إن شاء الله، وتقدروا ديروها في المناسبات، وأيضا تخدموا بها مشروع مربح جدا. تبعوا معي الفيديو للأخير باش تتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدو على بركة الله. هنايا نحتاج الفراولة حوالي 16 حبة متوسطة الحجم، نغسلوها مليح ونشفوها من الماء، نقطعوها إلى قطع صغيرة كما راكم تشوفوا، مربعات صغيرة. وضفت ليها حوالي ملعقة أكل سكر، وهنا السكر على حسب الذوق. نحركو مع بعض مليح ونخلوها بجيه باش تطلق لينا هذاك الماء. هنايا في طاوة ولا كاسرونة نحط نصف لتر حليب، نضيف عليها 3 مغارف تاع الأكل مايزينا أو نشاء، نضيف عليهم 3 مغارف أكل سكر، أنا السكر عادي حبيبات. نخلط مليح هاد المكونات مع بعض مليح، نحطه فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى نحسو بها عقادة هاد الكريمة مليح، ونحيدوها من فوق النار. أنا صايرة هي عقادت لي الكريمة، هي وجدت، نحيتها من فوق النار. نضيف ليها سكر فانيليا حوالي 10 غرام، نخلط مليح مادام راهي سخونة. ونفرغها في صحن يكون كبير شوية واسع، نفرغها كاملة ونفسحها في هاد الطبسي، نفتحها مليح، نخليها تبرد، لازم تبرد تماما باش نستعملها. وبعد ما بردت هذيك الكريمة، بردت مليح، نجيب غيسيبيون يكون واسع، نحط فيه هاد الكريمة، نضيف عليها 2 مغارف فلون بذوق الفراولة، نضيف عليها 3 مغارف بودرة كريم شونتي تكون باردة، 3 مغارف حليب يكون بارد راك تشوفوا فيه قريب يتجمد. ونضرب مليح، لازم نضربوها مليح هاد الكريمة حتى تولي ملسة. لازم نعطوها الوقت في التضراب. وهذه هي الكريمة بعد ما ضربتها مليح، هذا هو القوام تاعها. نجيب الكؤوس او القوالب اللي نحط فيها التحلية، ونجيب هذا البسكوي ولا اي نوع تاع بسكوي نفتاه كيما راكم تشوفوا، نحطو الطبقة الاولى بسكوي، واللي عندها المادلين تاني يجي مليح، فتي المادلين في الطبقة الاولى. وجات التحلية بهذا البسكوي روعة. انا صاير راني عمرت الكيسان بالبسكوي. وهذه هي الفراولة بعد ما خرجت لينا داك الماء نتاعها وداب السكر، نحطو طبقة تانية بالفراولة ونفرغو من داك الماء اللي خرج منها باش يتشمخ لينا البسكوي. بعد ما كملت الكمية كاملة تاع الفراولة، نبدا نضيف هذيك الكريمة اللي خدمتها، واللي عندها لابوش تخدم بلابوش، اللي ما عندهاش تخدم بالملعقة كيما انا راني ندير.
حاجات بسيطة تجينا سهلة متناول الجميع. نعمر الطبقة ما قبل الأخيرة مليح. أنا صاي بعد ما عمرت الكريمة نزيدو شرائح من الفراولة. التزيين دايما يبقى اختياري، تعطيها شكل أو منظر مليح يشهي. واللي حابة تخدم مشروع بهاد التحلية تخدمها في كؤوس بلاستيكية أو قوالب الألمنيوم. أنايا نخدمو الطبقة الأخيرة. درت نص كاس ماء، 2 مغارف معمرين بذوق الفراولة. نحرك مليح، نحط هاد الطاوة فوق نار متوسطة، ومين تغلي نطفي النار ونهبطها فوق طاولة العمل، نخليها تبرد شوية، ونبدأ نحط من فوق التحلية نتاعنا. نعمرو كامل الفراغ. كما تشوفوا نعمر الفراغ كامل اللي باقي. لازم نغطيو هذيك الكريمة كاملة. انا صاي كملت هذيك الطبقة الأخيرة. نخلي التحلية تبرد مليح في الثلاجة ونقدموها. هذه هي التحلية نتاعنا نتاع اليوم. الشكل نتاعها رائع ويشهي، والمذاق بزاف بزاف هايل. وكما ذكرت لكم هاد التحلية تقدروا تخدموا بها مشاريع مربحة جدا، ونعمروها في كؤوس بلاستيكية أو في القوالب تاع الألمنيوم. شوفوا الشكل نتاعها كيف خرج. البسكويت تشرب من هذيك الفراولة، والكريمة رائعة بنينة بزاف وخفيفة. وهاد التحليات توالم السهرات الرمضانية والمناسبات السعيدة إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والضغط على اللايك وزر الجرس كي يصلكم كل جديد إن شاء الله. وسلام.